أنا اللي يخص بيومي الكلام إنه بيت الضرابي تاريخ، ومركز أبو تشت وعائلات داخل مركز أبو تشت تاريخ، سمهود تاريخ، القرى اللي مجاورة لسمهود تاريخ، نحن نفسنا تاريخ، جميع القرى في مركز فرشوط تاريخ، مركز فرشوط نفسه تاريخ. يبقى لما اتكلم عن التاريخ تذكر الضرابي، بيت الضرابي تاريخ. لي سؤال وعاوز الجواب منه الناس سمهود، هتوقفوا مع الراجل ده وقفة يد واحدة؟ هتوقفوا مع الراجل أحمد بيه الدربي وقفة راجل ولا هتخونوه؟ لو خنتوا أحمد بيه الضرابي يبقى خنتوا نفسيكم. محدش يزعل مني، محدش يزعل مني إنه أنا بقول الكلام دي، محدش يزعل مني إنه ولد القلعات مع يقول الكلام دي، لأنه الرك كله على سمهود، المدفع وراس المدفع سمهود. لما انتوا ما تقفوش مع ولدكم مين يوقف معاه؟ لما انتوا تدافعوش عن حقه مين يدافع عنه؟ لما انتوا ما تسندوش ولدكم يا ناس سمهود والقرى اللي مجاوري مين يساندها؟ لما نشوفك انت في الصورة اعطي احمد بيه الدربي ومن ورا لا قد فلان ولا علان. القصة مش كده يا جماعي، القصة عملية دم حر، عملية أنا تربيت من بيت، عملية إنه أنا راجل. سواء حالف أحمد الدربي الحظ أو لم يحالفه مسانده لآخر نقطة، ودي مش هتضحك علي الناس. سواء ما حلفوش الحظ وإن شاء الله هيحالفوا الحظ، ما تزعلش أي حد، وأفضل رافع راسي. ابن الحسينية وابن الحبيلات الشرقية هيفضل رافع راسه، لأنه تربيت على مبدأ ووقفت على المبدأ وعيطت راجل أنا حبيته كأخوة ومحبة من الله، وضحى رب العالمين وضحى أبائني وخوالني. فخليكم يا ناس سمهود ثابتين على المبدأ، وخليكم على مبدأكم رجالي، مش عيلة في سمهود تدي فلان ولا تدي علان وسايبة ولدها. يوم ما هنقوله ويكون الراجل ده لا مؤاخذة لا قدر الله ما حلفوش الحظ، هنقولوا بلده خانته، هنقولوا بلدته ما عطتهوش، هنقولوا ده ما فهمش رجالي. أرجوكم يا ناس سمود ما حدش يزعل مني، أرجوكم يا قبائل ويا عائلات ما حدش يوجه كلام بيومة أبو العمدة على إنه صراع أو خلاف مع القبائل والعائلات. لا، أنا بدافع